أرسنال ما خسرش السيطرة على الماتش، أرسنال خسر السيطرة على شكله التكتيكي، وده أهم فرق لازم نفهمه، لأن المشكلة إن ما كانش مين أحسن، المشكلة إن خطة أرتيتا عملت مشاكل لأرسنال أكتر ما ليفركوزن نفسه عمل. من أول دقيقة تقريبا كان واضح إن ليفركوزن مش هيضغط بنفس الشراسة المعتادة، وده كان المفروض يدي أرسنال أفضلية واضحة في البناء. وفعلا أرسنال كسر أول خط ضغط بسهولة. رايس كان بينزل أول خط، فأرسنال يعمل 3 ضد 2 على أول ضغط، يعني الخروج بالكرة كان مريح. بس المشكلة بدأت بعد كده. الفكرة الأولى بتاعت أرسنال كانت ممتازة جدا، ولو ليفركوزن كانوا بلعوا الطعم أكتر كان ممكن يتضربوا بنفس الطريقة اللي حصلت مع توتنهام، بس ده ما حصلش. والمشكلة إن أرسنال ما قراش الموقف كويس وما عدلوش الفكرة أثناء الماتش. الحقيقة إنهم ما كانوش محتاجين إن الوسط والظهيرين الاتنين يسقطوا لتحت في نفس الوقت. اللي حصل بسبب ده إن أرسنال نادر جدا ما قدر يقتحم بلوك ليفركوزن. أرسنال كان ناقص لعيبة بين الخطوط، رغم إن البلوك بتاع ليفركوزن كان عادي ومش كومباكت قوي. رايا وتصرفه الغريب، المثال ده واضح. رايا لعب الكرة طويلة بشكل غير منطقي، والنتيجة إنه حط لعيبة أرسنال في موقف 3 ضد 5، يعني أفضلية عددية واضحة لليفركوزن. تقدر تشوف هنا إزاي التمركز الحذر ده أثر بشكل سلبي على تقدم أرسنال بالكورة. سيطرة بس من غير أنياب. أرسنال كان عنده شوية لحظات كان ممكن يستغل فيها المساحات اللي ليفركوزن سايبها جوه البلوك بتاعه، لكن اللحظات دي كانت قليلة جدا ومش بتتكرر كتير. وكمان لما أرسنال وصل للمناطق دي كان ناقص الحسم والجودة في اللمسة الأخيرة. يعني الفريق كان مسيطر، لكن سيطرة باردة، استحواذ موجود بس من غير أنياب. خلينا نبص على شوية أمثلة. في اللقطة دي أرسنال واقفين بالطريقة المعتادة، مثلثات واسعة على الطرفين، ورايس واقف كرقم 6 قدام الدفاع. لكن رايس سحب نفسه ناحية الشمال عشان يحاول يدخل نفسه في الكومباينيشنز واللعب الضيق. اللعبة بعد كده اتقطعت وفشلت، وساعتها أرسنال سابوا عمق الملعب مكشوف، لأن رايس ساب مركز الستة وعمل خلل للريست ديفense بتاع أرسنال. في المثال التاني رايس واقف كرقم 6، وزوباميندي ناحية الشمال، وإيزي في العمق كرقم 10. فجأة زوباميندي بيسحب لجوه ناحية مركز الستة، لكن الحركة دي كسرت توازن الفريق تماما. دلوقتي أرسنال بقى عنده 2 6 في نفس المنطقة، وفي نفس الوقت إيزي واقف متمركز في العمق، مش داخل لا في المثلث ناحية اليمين ولا المثلث ناحية الشمال. فالهيكل التكتيكي كله بقى مش متزن. في المثال التالت زوباميندي هو اللي واقف كرقم 6، ورايس داخل في المثلث الواسع ناحية الطرف. أرسنال بعد كده بيعملوا تدوير للكورة الناحية التانية، الكورة توصل لهنكابي، لكن إيزي برضه واقف متمركز في العمق. النتيجة إن مفيش مثلث ناحية الشمال، ببساطة اللي موجود بس الظهير والجناح، وكل واحد في خط مختلف، من غير دعم الرجل التالت اللي يكمل المثلث ويخلق حلول اللعب. المثال الرابع، وده بيخلينا نوصل لحاجة دايما بيتكلموا عنها في أسلوب أرتيتا، استخدام الظهيرين جوه الهاف سبيس بين الخطوط. لكن السؤال الحقيقي هنا، هل المشكلة فعلا في الفكرة دي، ولا المشكلة الأساسية كانت في غياب التوازن جوه كل مثلث عند أرسنال؟ يعني ببساطة مفيش تمركز ثابت وواضح للعيبة يسمح إن الكومباينيشنز واللعب القصير يبقى مستقر وثابت طول الماتش. التمركز غير المستقر لثلاثي الوسط في أرسنال كان بيخلي أحيانا سليبة يطلع بالكرة لمساحات عالية لقدام. ليه؟ لأن ببساطة كان ساعات مفيش لاعب وسط أصلا موجود في الناحية اليمين، وفي أوقات كتير كنا بنشوف 4 لعيبة في ناحية واحدة، وفي المقابل 2 بس في الناحية التانية. النتيجة إن الشكل الهجومي لأرسنال طلع هادي جدا وعادي، من غير الخطورة المتوقعة من الفريق. المشكلة مش في الأفراد، ممكن نتكلم مثلا عن تراجع مستوى ساكا، لكن بصراحة أنا مش بحب أركز على لاعب بعينه لما يكون الشكل الجماعي للفريق نفسه مش متوازن. بص مثلا على جيوكريس، لما ما يبقاش في تقدم حقيقي بالكورة من العمق، ولا توازن إبداعي على الأطراف، ولا جراءة في اللعب القدام، هل ينفع نلومه هو؟ ليفركوزن أصلا ما كانش مرعب،
الحقيقة إن ليفركوزن ما شكلوش أي خطورة كبيرة أصلا. سرحان من أرسنال في بداية الشوط التاني، وده اللي أدى للركنية اللي جه منها الجون. لكن بعيدا عن اللقطة دي، ليفركوزن تقريبا ما كانش عنده تهديد حقيقي. كان في شوية لقطات في جودة فنية كويسة أحيانا، وشوية ديناميكية لما لاعب رقم 6 ينزل يستلم، أو القوة البدنية والسرعة بتاعت كوفاني. لكن بشكل عام الخطورة الحقيقية كانت قليلة جدا. خلاصة، الخطة اللي بدأ بيها أرتيتا كانت منطقية فعلا، لكن لما ليفركوزن غيروا سلوكهم عن المعتاد وما ضغطوش بالحدة الكافية، كان واضح إن أرسنال لازم يكيف نفسه تكتيكيا مع اللي بيحصل في الملعب. الماتش ده تحديدا كان محتاج شكل هجومي زي 2-2-6 أو 3-1-6 في الحالة الهجومية، خصوصا مع سلبية ضغط ليفركوزن اللي كانت بتدي مساحة إن أرسنال يزود عدد اللعيبة في الخط الأمامي ويضغط على البلوك بتاعهم. لازم برضه ندي الحق لليفركوزن إنهم لخبطوا حسابات الماتش شوية، وكمان كان في ديناميكية وهما معاهم الكورة، وده سبب شوية مشاكل دفاعية لأرسنال، خصوصا لما أليكس جارسيا كان بيتحرك بره الشكل التكتيكي ويسحب نفسه لبره. لكن النوع ده من المشاكل أرسنال يقدر يتعامل معاه ويظبطه. المشكلة الحقيقية في الماتش كانت وهما معاهم الكورة. أرسنال واجه نفس المشكلة قبل كده بره ملعبه قدام برينتفورد، لما كان مستحوذ على الكورة كان في روتيشنز كتير بين اللعيبة، وفي نفس الوقت مفيش التزام كفاية بالهيكل الأساسي وبالتمركزات. بعد كده في ماتش ويجن دخل نورجارد للتشكيل، وساعتها التوازن رجع للفريق. ليه؟ لأن نورجارد كان ثابت ومستقر في مركز رقم 6، فحافظ على الهيكل والتنظيم في وسط الملعب بدل ما كل حاجة كانت تبقى عشوائية. أرسنال محتاج يرجع التوازن ده تاني، ولو حصل كده الفريق هيرجع لطبيعته وهيبقى كويس. أرتيتا واضح إنه بيحاول يخلق ديناميكية في الوسط تخلي إيزي يلمس الكرة أكتر ناحية الشمال، والنية دي أنا شايفها كويسة، لكن الطريقة اللي اتنفذت بيها مش صح، لأنها أثرت سلبا على أرسنال وهم معاهم الكورة وكمان وهم من غيرها. فالموضوع هنا مش إن أرسنال خسر السيطرة، الموضوع إن أرسنال خسر توازنه، ومن هنا كل العيون على أرتيتا. هل شايف إن أرسنال قادر يكمل المنافسة على الأربع ألقاب؟ وهل ده موسم الحصاد الفعلي للمشروع؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، واستنوا الجاي. سلام.